تتصور إنه في بلد على وجه المعمورة وفي عز أزماته مستعد ليدفع ثمن حريتك وحرية أرضك؟ لا، ويكون داعم لثورتك بكل مراحلها؟ هالشي عمله هواري بومدين رئيس الجزائر، وعقدت العزم أن تحيا الجزائر. أنا دينا العاصي، بنت هلا فلسطين، هلا بالنخوة. في الستينات من القرن الماضي أعلن الفلسطينيين في الشتات انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة لتحرير فلسطين، واللي مع الوقت تزايدت عملياتها الفدائية ضد المحتل الإسرائيلي لتوصل العشرات في اليوم الواحد. الثوار في البداية كانوا بحاجة مستمرة للدعم لتعزيز أثرها الثورة وتوسيع نطاقها، فطلب ياسر عرفات رئيس حركة فتح عام 1964 من هواري بومدين اللي كان وزير الدفاع الجزائري وقتها إنه يساعدهم بالسلاح ويدعم ثورتهم ضد الكيان الصهيوني. فكان رد هواري بومدين: اذهبوا وأطلقوا رصاصة وطلعوا بيان وسيكون لكم ما تريدون. وفعلا المقاومين قاموا بعمليات عسكرية ضد العدو ليلة انطلاق الثورة، ونشروا بيان أعلنوا فيه قيام الثورة الفلسطينية، فما كان من بومدين إلا أن أوفى بعهده وقام بدعمهم بأول حمولة من الأسلحة. أول دفعة من الأسلحة جاءت إلى الثورة جاءت من إخواني هنا في الجزائر. وما اكتفى بهيك، بل فتح لهم أيضا مكتب في العاصمة وأتاح لهم إمكانية التدريب بأكاديمية شرشال العسكرية اللي تخرج منها أول فوج للضباط الفلسطينيين سنة 1966، واللي كان على رأسهم الضابط سعيد السبع. واختار أيضا منطقة الجنرال ديغول ليكون مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومع حدوث النكسة في